صباح الخير أو مساء الخير أو يوم جميل عليكم في أي مكان وفي أي زمان أنتوا بتسمعوني منه فيه. أنا دكتورة سليم. السايلنت سوبر هيرو أو البطل الصامت. الكبد فيه ميزتين بتميزه عن بقية أعضاء الجسم الداخلية. الميزة الأولانية، الكبد ما فيهوش أي نهايات عصبية حسية، بمعنى إن لو حصل فيه أي مشكلة أو أي تلف أو حصل عليه ضغط مثلا في الشغل هو مش بيشتكي، أنت ما بتشعرش بأي ألم في الكبد حرفيا لغاية ما يحصل تلف لأكتر من 70% من الكبد. دي ميزة ودي عيب برضو خطير لازم ننتبه ليه. الحاجة التانية، الكبد عنده قدرة على الريجنريشن أو إعادة النمو بالمعنى الحرفي، أو بمثال لو احنا استأصلنا أكتر من 70%، من 70 ل 75% من الكبد وشلناه، إذا كان ال 25% المتبقية في الكبد هي سليمة تماما، هي تقدر تعوض، تقدر تعمل إعادة نمو أو ريجنريشن مرة تانية لبقية الكبد، إنها ترجع مرة تانية كبد سليم بواسطة الستيم سيلز اللي موجودة في الخلايا. مفيش اي اورجن، مفيش اي عضو في الجسم يقدر يعمل حاجه زي كده. لكن برضو لازم نقول الشرط الاساسي تكون الخلايا المتبقيه هي خلايا سليمه قادره على اعاده النمو. لذلك احنا بنسميه البطل الصامت. هو بيشتغل ليل ونهار مهما كان تعبان، مهما كان بيعاني، هو بيصلح نفسه بنفسه بس مش بيشتكي، مش بيحسسك بأي ألم. ايه هي الوظائف اللي بيقوم بيها الكبد؟ حتى الآن مفيش أي جهاز يقدر يقوم بيها. أول حاجة اسمها الكلوتينج فاكتور أو بروتينات. هي بروتينات بيقوم بإنتاجها الكبد لوقف النزيف. حرفيا ممكن يحصل لنا نزيف حتى الموت من جرح بسيط لولا الكلوتينج فاكتور دي، لولا البروتينات اللي بتمنع النزيف، بتوقف النزيف، بتقفل الشرايين أو الأوردة أو الشعيرات الدموية اللي اتقطعت أو اللي حصل فيها نزيف، بتقفلها بتسدها. عشان كده بيتوقف النزيف بسبب البروتينات اللي هي اسمها كلوتينج فاكتور اللي بتنتج عن طريق الكبد. الوظيفة التانية للكبد هي الديتوكس، مصنع تكرير. هو بينظف الجسم من السموم. أي مادة دخلت جوه جسمك وصلت للدم عن طريق الفم، عن طريق الاستنشاق، عن طريق الحقن مثلا، بأي شكل من الأشكال وصلت للدم، سون اور ليتر هي بتمر على الكبد، بتوصل للكبد سواء في مرحلة أولانية أو حتى في مرحلة أخيرة. الكبد بيقوم بعملية اسمها الميتابوليزم، بيكسر المواد دي لجزيئات صغيرة. الجزيئات الصغيرة دي لا إما الجسم يقدر يستفيد بيها مرة تانية، لا إما من السهل على الجسم التخلص منها، يعني بيخرجها بسهولة. ده بينطبق تقريبا على كل حاجة من السموم أو من المواد اللي بتوصل للدم. زي إيه؟ زي الأدوية مثلا، خصوصا المضادات الحيوية، المسكنات. وطبعا للأسف في ناس كتيرة بتاخد المسكنات دي زي البونبوني بالظبط، يعني ليل ونهار للأسف بتوصل للكبد. الكبد بيقوم بتكسيرها والتخلص منها، لأن هي برضو تعتبر سموم وتعتبر بيلاستونج أو حمل ثقيل على الكبد. زي ايه تاني؟ زي التلوث اللي موجود في المية أو في الأكل، اللي احنا المبيدات الحشرية مثلا، برضو نفس الشيء بيعدي على الكبد وبينظف لنا جسمنا من كل الملوثات أو المبيدات الحشرية دي. زي المنظفات، حتى الحاجات اللي احنا بننظف بيها، لو مثلا اتبقى شويه مثلا على اكل احنا بناكله او على حاجه احنا بنشمها مثلا بشكل دايركتلي او كده ودخلت وصلت جوه الدم، برضو الكبد بيقوم بتنظيف الجسم منها. الازايز البلاستيك او البوكسز اللي هي العلب الصغيره البلاستيك اللي احنا بنحفظ فيها الاكل. عشان كده انا دايما بنصح بحاجات ازاز، يعني ازاز حطوا فيها ميه، شيلوها في الثلاجه، او حتى بوكسز بس تكون من الازاز، لان البلاستيك ده بيدخل جزء منه في الاكل اللي احنا بناكله، ده يعتبر تلوث برضو بيجهد الكبد ان هو يكسره ويقوم بالتخلص منه. المعادن الثقيله، الميك اب، تقريبا كل حاجه للاسف الشديد، يعني في الوقت الحالي في كتير من الملوثات اللي احنا بناخدها، او حتى الادويه، او حتى الاكل المرشوش، او الميه المتخزنه بطريقه غلط. كل الملوثات دي بمجرد ما تدخل الجسم، الجسم بينظفها عن طريق الكبد.
الحاجة التالتة البايل جوس أو العصارة المرارية. العصارة المرارية أولا وظيفتها هضم الدهون. بعض الفيتامينات زي فيتامين A اللي هو فيتامين E بيتم امتصاصه مع الدهون، يعني ما ينفعش يمتص ويدخل جوه الدم إلا لما يكون دهون محتوية تاخده كده في حضنها، وبعد كده ينطلقوا هما الاتنين يعدوا جدار الأمعاء ويدخلوا الدم. بسبب ايه؟ بسبب امتصاص الدهون. فمعنى ان مفيش بايل او مفيش عصاره مراريه ما يتمش امتصاص الدهون، فبالتالي ما يتمش امتصاص فيتامينات مهمه زي فيتامين A، واحنا هنتكلم بعد كده في مشاكل نقص فيتامين A في الجسم في نفس الفيديو. الحاجه الرابعه هو مصدر قوي جدا للطاقه. ازاي؟ انت اول ما تاكل سكر مثلا او نشويات تتحول بعد كده لسكر، الكبد لما بيلاقيها نسبتها عاليه جدا في الدم يروح واخدها ومحول السكر الزياده ده لحاجه اسمها جلايكوجين. يعني الجلايكوجين هو عباره عن سكر بس بشكل مخزن، هو بيشيله جوه نفسه، اللي هو الليفر بيشيل الجلايكوجين ده جوه الكبد نفسه، جوه خلايا الكبد نفسه. بعد كده انت عملت مثلا فاستنج، انت مثلا صمت، او انت مثلا تحت ستريس رهيب، او جسمك محتاج بشكل او باخر طاقه كبيره بس انت مش موجود في جسمك دلوقتي سكر كفايه في الدم، فالكبد بيتوجه للجلايكوجين اللي هو حفظه بيحوله لجلوكوز مرة تانية وبيبتدي يطلقه في الدم بحيث كل الخلايا والأنسجة تستفيد من الجلوكوز ده عشان تقوم بعملياتها الحيوية. عشان كده هو مصدر قوي جدا للطاقة، هو بيخزن الطاقة عن طريق الجلايكوجين اللي هو احنا بنستفيد منه في الأزمات. بعد كده في وقت حصل لنا فاستنج، صمنا فترة طويلة ما بناكلش لأي سبب من الأسباب، حصل لنا ستريس محتاجين طاقة عايزين نجري، مين اللي بيطلع الطاقة بسرعة، مين اللي بيدينا سكر بسرعة في الدم؟ هو الليفر، هو الكبد. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا على وظائف الكبد، ازاي هو بينظف الجسم، ازاي بيصنع حاجة اسمها كلوتينج فاكتور المسؤولة عن وقف النزيف، بيعمل حاجات كتيرة جدا مهمة. هو عنده كمان قدرة على تصليح نفسه بدون ما يتكلم، ما فيهوش اي نهايات عصبية حسية، انت ما بتحسش بالألم على الرغم ان هو بيعاني ويقعد يعاني لفترات وسنوات طويلة بس انت ما تعرفش ده. طيب ايه هو اللي بيسبب الفاتي ليفر او الكبد الدهني؟ الصراحه ان في شائعه يعني منتشره حتى بين المرضى، وانا سمعتها من ناس كثيره جدا، من مرضى للاسف كثيره جدا، هم متخيلين ان الفاتي ليفر او الكبد الدهني هو سببه الدهون، بس الحقيقه ده غلط. الفاتي ليفر او الكبد الدهني هو سببه الكربوهيدرات او السكريات. السكريات او النشويات اللي بتتحول بعد كده لسكريات في الدم، هو ده سبب الكبد الدهني مش الدهون خالص. طيب ازاي؟ انا زي ما قلت لكم قبل كده ان الكبد ذكي جدا، اول ما يلاحظ ان في سكر زياده في الدم بيبتدي ياخد السكر زياده في الدم اللي خلاص الجسم مش محتاجه او مش عايز يحرقه، مش عايز طاقه زياده منه، بياخده يقول ايه، انا اخزنه عن طريق او على هيئه حاجه اسمها جلايكوجين، يمكن بعد كده الجسم يبقى محتاج طاقه فانا اديه الجلايكوجين ده، احول الجلايكوجين لجلوكوز وبعد كده ابتدي اطلقه في الدم عشان بقيه الانسجه تستفيد منه. طيب لو كان دلوقتي الشخص بياكل سكر كتير او بياكل نشويات كتير، سكر وعيش ورز ومكرونه وبرجر وفاست فود وحاجات كتيره جدا، فالسكر هيزداد جدا 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 في الدم، هيحصل حاجه اسمها مقاومه انسولين، يعني الجسم خلاص مش عارف يستفيد، هو محتاج طاقه بس هو مش عارف يستفيد، مش عارف يدخل الجلوكوز ده للخليه بتاعته عشان يحرقه عشان يستفيد منه، دي اسمها مقاومه الانسولين. نسبه السكر بقت زياده جدا في الدم، الكبد في الوقت ده هيعمل ايه؟ مش هيعرف يخزن كل السكريات دي اللي استمرت لفترات طويله على هيئه جلايكوجين، ولكن بيخزنها على هيئه ترايجليسرايد او كوليسترول اللي هي الدهون الثلاثيه او الكوليسترول، ما بيحولهوش لجلايكوجين ولكن بيحوله لدهون. المشكله بقى الاكبر من كده ان هو بيخزن الدهون دي جوه خلايا الكبد نفسها. خليني كده اوضح لكم ايه اللي بيحصل بالظبط. انت دلوقتي عندك مصنع، في عمال، في ماكينات كبيره جدا عماله تشتغل، لازم تكون الممرات، لازم يكون الجو العام فاضي بحيث ان العمال يقدروا يتحركوا بسهوله وبسرعه، وكمان الماكينات اللي بتشتغل دي برضو تقدر تتحرك. انا بقى جبت في المصنع ده بلوكات كبيره جدا، كراتين كبيره جدا، وقعدت احشر بيها
المصنع ده ادخلها، العمال مش عارفه تتحرك، الماكينات دي مش عارفه تتحرك، فحصل كده بلوك الفانكشن او الوظيفه بتاعه خلايا الكبد، مش عارفه تقوم بالوظائف بتاعتها بسبب كميه الدهون المتراكمه جوه او المتخزنه جوه الخلايا الكبديه. فالفانكشن او الوظائف بتاعتها تبتدي تقل فتره بعد فتره، وقت بعد وقت تبتدي تقل، مرحله بعد مرحله تبتدي تقل. بعد كده بتتحول لحاجه اسمها الليفر فيبروسس او نسيج ليفي. خلايا الكبد السليمه تماما، المعافاه تماما، مع الوقت مع تخزين كميات كبيره من الدهون داخلها بتتحول لنسيج ليفي. طبعا ما بيقدرش يشتغل، ما بيقومش بنفس الوظائف اللي هو بيقوم بيها الخلية الطبيعية للكبد. بعد سنين طويلة بتتحول لحاجة اسمها ليفر سيروسيس، اللي هو تلف كامل للكبد، تلف كامل للخلايا اللي حصل لها سيروسيس. لازم أقول حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا، لما الإنسان أو لما المريض بيعاني من الفاتي ليفر أو الكبد الدهني، في الوقت ده أنا ممكن أعالجه حتى في خلال 10 أيام، وممكن أقل من 10 أيام كمان، اللي هي الكبد الدهني. لكن لما بيوصل للفيبروسيس أو السيروسيس، المشكلة الكبيرة إنها irreversible، خلاص أنا ما أقدرش إن أنا أعالج الخلايا دي خالص، هي خلاص بدون فايدة، أصبحت حمل على الجسم، لازم يحصل لها استئصال. ممكن كمان توصل بعد كده لكريبس، لان طبعا خلايا المناعه بتبتدي تحوطها، لان هي خلاص تحولت لخلايا مختلفه عن الجسم، احنا مش عايزين خلاص الخلايا دي، خلاص اصبحت بايظه ما بقاش عايزينها، فممكن بعد كده توصل لكريبس، فلازم او كريبس او سرطانات، فلازم نستأصلها. طيب يبقى كده زي ما احنا قلنا ان لازم نمسك المريض من اول ما يكون عنده فاتي ليفر او عنده كبد دهني، دي مرحله فارقه. بمجرد ما يتحول لفيبروسس خلاص احنا كل حاجه في ايدينا، ما نعرفش دلوقتي نعمل حاجه. وزي ما انا قلت دي حاجه مهمه جدا. لما بيحصل مشكله عندي في الكلى دي، يعني طبعا هي مشكله كبيره، وطبعا يعني الدنيا بتتقلب، طبعا بتغير حتى حياه الانسان، انا مش بستهون بيها، بس ليها علاج. ممكن اعمل غسيل كلوي والانسان ده، المريض ده، يعيش سنوات طويله لغايه ما توفى بطريقه طبيعيه. لكن اللي عنده مشكله كبيره في الكبد خلاص الموضوع انتهى. حتى في 2025 حتى هنا في ألمانيا ملهاش علاج غير زرع كبد، وطبعا ده بيكلف مبالغ رهيبة جدا، ولازم تلاقي متبرع كمان ليك بفص كبد، ودي حاجة يعني صعبة جدا. بيبقى في حاجة اسمها ويتنج ليست، المحتاج كبد، المحتاج مثلا فص كبد بنحطه على الويتنج ليست، اللي هي فترة الانتظار، وبيعيش سنوات طويلة لغاية ما يموت. غالبا أغلبهم بيموتوا، وطبعا دي حاجة خطيرة جدا. عشان كده أنا شايفة إن الفيديو ده من أهم الفيديوهات اللي أنا ممكن أعملها حتى في المستقبل، لأن للأسف الموضوع خطير irreversible، مع إن العلاج بتاعه بسيط جدا، بسيط أكتر مما تتخيل. يلا بينا. في الجزء التاني هنتعرف مع بعض على بعض الأعراض اللي هتساعدنا نعرف إذا كان عندنا كبد دهني أو لا. أنا دكتورة سيلين. إذا كان محتوى القناة عجبكم يا ريت تدوسوا لايك وسبسكرايب وتشيروها مع أصحابكم. لو أنتوا عندكم أي أسئلة أو استفسارات يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات، وأنا هقراها كلها وأحاول أجاوب عليها كلها. باي باي.